ناس في الدنيا واحلى متابعين في الدنيا. معاكم وزة الفحار من قناة وزة الفحار. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض اكلة عظمة على عظمة على عظمة. تمام، هنعمل فتة بلحمة الموزة. انا هنا ده الرز حطيت عليه زيت وسمنة وملح وورق وواحدة حبهان. هقلبهم في بعض واحطهم على النار. وانس ان المية تختفي من على الوش ببتدي اوطي المية على الرز، اوطي النار سوري اوطي النار على الرز واخليه يتشطرب تماما لحد ما يستوي. وهنا بقى معانا الموزة بتاعتنا. انا هنا بحط حبة مية صغيرين بعد ما بشوح اللحمة حبة صغيرة، بحط حبة مية صغيرين تغلي بقى وتفور وتطلع الرواسب بتاعتها دي اللي هي على حرف الحلة لو شايفينها. وبعد كده ببتدي اشيلها بمنديل وابتدي بعد كده انزل بالتوابل بتاعتي اللي هي كزبرة ملح وفلفل قرفة بابريكا سن الكاري سن الكركم طبعا ونص معلقة السكر والحبهان وورق اللوري وجوز الطيب. هنا يا جماعة الصلصة بتاعتنا انا شوحت تومة في حبة سمنة وحبة زيت، واول ما ابتدت تصفر نزلت عليها بحبة الخل، وبعد كده ضفت الصلصة وحطيت عليها كزبرة وملح وفلفل وحبة بابريكا وسبتهم ياخدوا غلوة مع بعض على النار، وحطيت لها كمان حبة كمون. هنا بقى يا جماعة انا بحمر عيش في السمنة. تمام، قطعته مكعبات كده صغيرة بالمقص وحطيته في حبة سمنة وبشوحهم مع بعض عشان يتحمر. وكنت هنا محمصة دول من غير سمنة ومن غير اي حاجة في الميكرويف لجوزي لانه ما بيحبوش متحمر في السمنة. ونسيت اقول لكم ان انا حطيت كرفس على الشوربة بتاعة اللحمة وحطيت حبة جنزبيل. عايزة اقول لكم بيدوها طعم رائع بجد. والرز بتاعنا اهو كان استوى. انا عايزه اقول لكم انا اختلفت حبه كده من الرز، طعمهم وهم بجد، طعمه حلو جدا جدا حتى مكان المعلقه، لان انا كنت باخد معلقه الصلصه بس مكان المعلقه من الصلصه عامل ازاي. بجد طعمه حلو جدا. هنا اهو العيش ابتدى يتحمر معايا شايفين. هكمل انا بقى تحميره وارجع لكم تاني بعد ما اللحمه تستوي. يا جماعه الشكل النهائي للفته بتاعتنا بعد ما خلصت، والصلصه هي اللي عايزه يزود، والشوربه عايزه اقول لكم ريحتها تجنن. ويا سلام بقى كمان لو عملت لها طشه تومه كده وطشتيها بالخل وبعد كده حطيتيها على الوش، عايزه اقول لك بيبقى طعمها تحفه ملهاش مثيل. في النهايه لو عجبكم الفيديو بليز لايك وشير. كانت معاكم وزة الفحار. باي باي.